انا جايه اطمن كل ست حامل بتحس بجوع وعطش كتير وراحت حللت والدكتور قال لها انت عندك سكر حمل، ما تخافيش هيروح بعد الولاده. طب هو جالك منين اصلا؟ الفكره كلها يا ست الكل في موضوع سكر الحمل ده جه من النظام الغذائي الغلط اللي انت ماشيه عليه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت حصل لك حاجه اسمها مقاومه انسولين. حصلت ليه مقاومة الانسولين دي؟ لان وزن البيبي او تقل وزن البيبي ده بيغير في شكل النواقل، اسمها ايه، الريسبتورز، مش عارفه يعني ايه ريسبتورز بالعربي، الباب اللي بيفتح للانسولين ويسمح له بدخوله جوه الخلايا. فزادت نسبة الانسولين في الدم، فانتي حصل لك سكر حمل. بعد ما هنشيل التقل ده من على بطنك بعد الولاده ان شاء الله الموضوع هيرجع طبيعي، بس بشرط انك تحافظي على نظامك الغذائي وما تعكيش وما تفرطيش في استخدام السكريات اثناء فتره الحمل، لان الفتره دي كلها بتبقي محتاجه تاكلي كتير قوي. مش محتاجه اكد عليكي طبعا ان مفيش اي دواء ينفع تاخديه في فتره الحمل دي لو انت عندك سكر حمل يكون برشام. كل البراشيم دي بتودي في 60 داهيه وبتعمل تشوهات في الاجنه. خدي الدواء اللي الدكتور هيقولك عليه وهو في الغالب هيبقى انسولين، وبعد الولاده هتبطليه وخلاص.